يا جماعة بجد المغرب صدمتني. يا حاج ايه ده على طول كده. 9 أيام لفيت فيها 7 مدن. كل علاش النوم ما حلاش. كل يوم كان بيبدأ من غير ما أعرف هينتهي فين. مرة في شفشاون المدينة الزرقاء اللي بتحس انها فوتوشوب، ومرة في هايك مجنون وسط جبال وشلالات أقشور، وكل كافيه بيطل على فيو خيالي. كنا كل ما نزهق نشرب برتقان وأتاي ونلف مدينة قديمة، وكل ما نجوع ناكل طاجين وكسكس. وجربت الحلزون من الشارع، وانا اصلا ما كنتش ناوي لحد ما ضعت في ساحة الفنا، المكان اللي بتحس فيه انك جوه مسرح حي وكل واحد بيلعب دور من غير سكريبت. الناس دي بتصطاد ايه؟ ليه ممكن الانسان يعمل كده في نفسه؟ لفينا اسواق مراكش الحمراء ومساجد الرباط وكازابلانكا، ووقف بينا الزمن في مدينة فاس ورياض ام كلثوم. اهلا وسهلا بكم في بلدكم الثاني ومصر ام الدنيا. واتشعلقنا في اطول زيب لاين في افريقيا وسط الجبال. طنجة بقى خطفت قلبي. هو انا في تطوان ولا مشهد في فيلم؟ والله العظيم ما عارف. يوم اصحى في مدينه لونها احمر، ويوم الاقي الدنيا كلها زرق. يا جماعه بجد المغرب مش بلد، المغرب حكايه. احلى حاجه فيها ناسها اللي ضحكتهم بتسبق سؤال: هو انت من مصر؟ اهلا بيك، الله العظيم بنحبكم بالزاف. فلو ناوي تروح المغرب سيب التوقعات في المطار وروح فاضي، وخلي البلد تملى لك دماغ، عشان ده اللي حصل معايا في رود تريب خطيره مع ترافل باديز بالعربي. تابعوني بقى عشان ما تفوتكوش الرحله الخطيره دي. من النوع الممتاز. احكي لنا عن الجلب.